على حاجة مهمة أخرى سي مطران نتصور تهمنا برشا اليوم. نحكيو على المغرب، نحكيو على الملعب في وسط الماتش، شفنا برشا مطر، لكن السؤال اللي تطرح وين قاعد يمشي ما هذا؟ ما فماش الحقيقة حاجة أثرت على المباراة. شوفوا من بعضنا فيديو يوضح كيف نظام تاع تصريف المياه في ملعب طنجة اللي يحتضن مباريات كأس أفريقيا. بعد نرجعوا نعرض. شفنا فيديو يوضح الماء نتاع الشتي ولا نتاع المطر وين قاعد يمشي بالضبط. الامطار غزيره تبارك الله في المغرب، ولكن هذا لا يؤثر على المباريات في كاس افريقيا. تطور به موجود في المغرب اليوم الحقيقه هوني مع جارتنا. نجموا ننجوا على المنوال هذيا. الملاعب نتاعنا مانيش نحكيو على الحقيقه مطر احنا توا، ولكن نحكيو حتى على الاقل البنيه التحتيه. ملعب واحد في تونس ينجم تلعب فيه مسابقات افريقيه. هل اليوم مازلنا بعاد على المستوى هذا؟ اليوم هذا يحفزنا سي مطران والا لا؟ هو يحفزنا من حيث يحفزنا خاطر انا كما قلت لك سابقا عندنا الماده الشخمه، عندنا الناس اللي تفكر، هما وظفوا التكنولوجيا في المصلحه العامه. احنا نوظفوا في التكنولوجيا في الحاجات الخايبه. أنا ما نحبش أنا نتغشش قدام سي بلال وهو عاقل برشا، لكن أنا حاجات كيما هذه أنا تدمر لي أعصابي. علاش احنا ماناش كيفهم؟ احنا كنا سابقين. شنو اللي يمنع؟ قلنا قداش مرة الأمطار نتاعنا نجموا نوظفوها، نحافظوا عليها بشوية تكنولوجيا، بإرادة، بمخططات. هذا الكل ما ثمش. ريت هذوما علاش نجحوا؟ ولا عندهم المخطط، عندهم الإرادة، عندهم المتابعة، عندهم روح العمل، عندهم المحاسبة. احنا ديما نرفعوا كلمة ما نجموش قعدنا كي البابوش، معناها ماشي سلحفات. ما نجموش نتطوروا. يلزم الإرادة، يلزم مخطط، يلزم الناس، يلزم حب العمل. انا يوميا نتعدى على طريق 3 مستويات، قناطر ما هيش مطابقه المواصفات، فوقها تتراكم المياه. شنو كيفاش تحبنا باش نوصلوا احنا؟ ما نجموش نوصلوا في 10 متر. وصدقني هو فوق قنطره جبل جلول الكياس 3 مستويات، كاينهم حبات كاينهم هبات. شوف الناس وين وصلت، خاطر الناس هذوما يحبوا بلادهم بطريقتهم. لا حب للوطن راهو الصدق في العمل والاخلاص في القول. يلزم الكل المجهودات الكل تتضافر باش نعملوا بنيه صحيحه. البنيه صحيحه راهو على اسس صحيحه، على اسس علميه. نوفروا لها الاليات، نوفروا لها الميزانيه، نوفروا لها الاراده، حب العمل. معناها احنا تو ما نجموش نعملوا هذا، هما نجموا احنا ما نجموش. علاه؟ وشوف الصوره اللي خذوها العالم كامل، خذا الصوره الباهيه على المغرب. احنا زاد كنا سابقين، كانت عندنا برشا حاجات باهيه. علاش كل شيء قاعد يتدمر؟ من بعض اللي يعرقلوا واللي يكبلوا واللي ما يقومش بواجبه. تو ساعات انت مهندس، يحطوك مهندس باش تتابع مشروع، تصح على شو؟ تصح على حاجات خايبه، الطريق خايب. شوف الملاعب نتاعنا وقت تصب مطر كيما هذه في ساعه توقف المقابله ونقعدوا. سيري ذا بسرعه كان عندك متعلق على الفيديو. عندي بيان سور. احنا تو كأننا مفاجاه لينا يا اخي. ماناش نتبعوا في شامبيونات في اوروبا، فرنسا، ايطاليا والكل. عمرنا ما سمعنا بارتيار خاطر ضبط الشتاء. صحيح. علاش؟ خاطر التيران مخدومين على قاعده. صحيح. اولا حاجه اخرى نعطيك دول الخليج كيف تتصور سي مطران. ايوه. يظن اذا ماني غلط اذا ماني غلط كوباراب. مباراة ترتيبية ما بين السعودية والإمارات في بلي وقفت نتاع نص نهار وقتها قبل بسبب الأمطار. مش عملوا القطريين يظن في قطر ولا في المغرب ما نعرفش. عملوا 24 تيران 24 تيران. علاش؟ كل جمعية عندها تيران نتاعها اللي ترانا فيه. شوف العباد وين وصلت. اذا
احنا شو نقولوا خويا؟ ربي يحسن العاقبه. وعلاش ما نعملوش كوب دافريك؟ من 2004 اللي عملنا لا كوب دافريك لا عملنا حتى خاطر اون با لي مويان. ظهر لي وقت الخدمه توا، وقت اللي الناس الكل إن شاء الله. اليد في اليد وتتلفت تونس، على خاطر كما قال سي مثلا انا كي نتفرج افتتاح كاس افريقيا سنه 2004 وافتتاح ملعب رادس 2001 نقولوا كنا الحقيقه سباقين. كانت تونس معناها اليوم هي اللي خلت المغرب وهي اللي خلت الخليج ينضجوا على منوينها، ولكن من بعد شنو صار ما نعرفش. اليوم نقيد باش تونس تكون زاده مره اخرى موجوده في المسابقات الافريقيه وعلاش لا العالميه. باش نرجع نحكي على الجمعيه الحقيقة مباراة ممتازة، نحكي على الأجواء، نحكي على الجماهير، نحكي على الملعب زيد الأمطار، تو بعد نحكيو على الأمطار اللي شفناها ولكن لا تؤثر على المباراة أو على مردود المباراة أو حتى على النتيجة. شفنا الأهداف، شفنا العاشوري ماركا زوز الأهداف الثاني والثالث، كيف زاد شفنا تألق الحقيقة ملاعبية البارح كما على غرار، كما نحكيو على مثلا حنبل المجبري، علي العابدي. سيري ذا ملخص للمباراة كيفاش شفتها ساعة من ناحية الأداء، من ناحية الروح، من ناحية الجرينتا، بعد نحكيو أكثر على تفاصيل. اي حاجة نحب حاجة نقولها اللي البارح نتفرج بلحم يشوك وتوك عاودتها، معناتها نحس في حاجة ما يعملوها كان التوانسة. نتبع في الكورة حياتي كاملة مطران، لو جيست اللي عملوه الملاعبيه في تاع ليكيب ناسيونال هما واقفين والشتاء تجبد، حاولوا يصير الفيتمون تاعهم غطاو الوليدات هذوك. أثرت برشا بيان سور توانسه بركه عملوها، حياتي كامله نتفرج ما نعرفش بلادي. اذا انت تفكر اكثر مني شتا تصبوا في دينا مسار دوبار ولا شكون هذوما، وملاعب ينحي السيرفيتمون تاعو ويغطي فيها على خاطرك الوليد هذاك مسكين. شتا تصب عليه شنو ذنبه؟ غطاوهم. سي ان جيست اللي عمري ما شفته. ممكن فما ناس شافت حاجات اخرين ولا كيف، اما انا اللي حسيته البارح نحب نشكر شكون طلع بها الطلعه هذه. شكون اللي بدا من الملاعب؟ شكون اللي بدا والا بدكش في البستير عطاوهم اوردر. شو عاديوها اللقطه. اي فهمتني هنا ديجا تيفوا الامبيونس، تيفوا البله نتاع التوانسه. باهي توا الكوره لا نحب نسمع ملاعبي احسن من ملاعبي، حتى اللي ما لعبوش ساهموا في الانتصار. جو دي برافو اتو ليفيكتيف دو ليكيب ناسيونال. صحيح الياس العاشوري مركز بولتواد، لكن فما حاجه بنقول لك عليها هي، احنا نعرفوا الكوره. الياس العاشوري ما حطش الكوره تحت المريول وجرى بها وحطها في الشبكه، فما ناس خدمت، فما ناس تعبت، فما ناس فكت الكوره. كيفاش وصلت الكوره للعاشوري؟ سي ان ترافاي كوليكتيف. انا نقول ان جرون برافو. تو تعاود لي فيها انت الحركه هذه، تعاودوا لي فيها التصويره هذه، ايش معناتها؟ شوف تجبد خيطين من سماء ويغطيو في الوليدات الصغار. انت انجاز ما تجي بال حد. قلت لك انا حياتي كامله نتفرج في الكوره واوروبا وش تصب، انا ما ريتش نهار لا ايكيب ولا ايكيب ناسيونال، انا ما شفت الشيء هذا. ان جرون برافو بور ليكيب ناسيونال من ناحيه اللعب، من ناحيه الاخلاق، من ناحيه التربيه. رانا توانسه وباش نشوفوا ما خير ماتش نيجيريا ان شاء الله. انا البارح قلت جمله، قلت تونس انتصرت كرويا وانسانيا الحقيقه، اخلاقيا كان مشهد رائع وممتاز جدا. سي مطران كان عندك متعلق عليه المشهد، وبعد احكي لي شويه على المباراه كيفاش عشتها البارح. هو اللي قال لك سي رضا حتى انا تاثرت برشا، ودليل التواضع وهذيك اخلاق الكوره. وليدات صغار الكبار عطاو مثال للوليدات صغار احتضنوهم، الجست هذيك تكون لها اثر كبير على الوليدات كيفاش غطاوهم. سامحني مطران، تو انا جوار نخمم على الماتش والمسؤوليه نتاعي والشتاء. صحيح. أما تو خممت على هالوليد اللي واقف قدامي الشتاء تجبد عليه. صحيح. راهو سي تري امبورتون. برافو اللي طلع بها الطلعه، برافو ان جرون برافو. صحيح. بارك الله فيهم، حاجه تاثر جدا. انا تفرجت على المقابله يا ايه، وشنو انطلقت من سؤالك اللي سالته بكري، خاطر علاش تمركا البونتو؟
هام جدا تعرف علاش تمركز بونتو. اسمع قبل ما نمشيو للهدف نتاع المنتخب الاوغندي، خلينا نحكيو على المنتخب التونسي، نحكيو على 3 اهداف، نحكيو على الروح، نحكيو على المجموعه، الاداء، ثم نحكيو على الهدف. شفت كل شيء في المقابله. شفت الجمل الكرويه الجميله، شفت الانضباط التكتيكي والبدني زاد، شفت السرعه في الاداء، شفت المحبه كما قلت انت، برشا قاده في المقابله، وهذا دورهم، يلزم دورهم. وقت اللي راه صاحبه معناها تفكت له الكره يلزم يساعده باش يفك الكره، يغطي عليه، هذا الكل شفته. فما انضباط تكتيكي، فما روح مسؤوليه. المقابله كانت فارقه، وكنا احنا رانا صدقني ما نجموش نركزوا على مقابله، خاطر احنا محتاجين للفرحه، نحبوا نربحوا، كنت نحبوا نربحوا. الجميل في الحكايه انه ربحنا بجماليه الكره، بعمق الكره، مش بالديشي ولا بالصدفه. الفريق تحسه جاهز، وقت اللي يبدا الفريق جاهز منطقي جدا باش يربح. انا ما نحب نفضل حتى لاعب على لاعب، كلهم قاموا بالواجب. تعتبر انت معناها نفس راي رضا يقول لك المجموعه الكل كانت ممتازه، ما فماش ملاعبي خير من ملاعبي، ولكن فما شكون يقول لك البارح شفنا حنبال المجبري اشاده جماعيه من اول دقيقه لاخر دقيقه كان في نفس المستوى فيجي كانه قائد، ولكن دون شرط القياده في عمر صغير كما كيكا. الحقيقه يشكر على الجرينتا ويشكر على الروح اللي تحلى بها البارح. هو الحق البارح ال10 جوارات كل بخلاف معناها الجارديان، ال10 جوارات كل جوار الكل هو الكابيتان، العباد الكل لعبوا بجرينتا، الجوارات الكل رجعت تصلح، لعبوا القدام، يطلعوا مع بعضهم يرجعوا مع بعضهم. فما عباد كل جوار يعرف ايش يعمل، فما جوارات اول مره تلعب في كار، معناها ما ريناش الستريس ولا رينا تراك ولا رينا جوارات تلعب بالجرين، انت تعرف اش تعمل، تعرف كل واحد يعرف وين يقف، شنو المطلوب منه، وهذاك اللي يظهر في الماتش ويظهر في الريزلتا زاد. والحاجه الباهيه اللي لعبنا كوليكتيف، ما ريناش جوار شد كوره ومرجها وما سايبش باس، جوارات الكل لعبوا مع بعضهم والحمد لله ربح مستحق وكا. واضح. بليل، مباراة البارح كنا حكينا أكثر البارح نحن على المباراة بعد الانتصار 3-1، النتيجة مهمة بليل، تعاون المنتخب التونسي باش يزيد يركز أكثر باش يكون موجود حتى في المرتبة الأولى. صحيح، هي البارح كما قلنا مباراة ممتازة، الجوارات كل يعطيهم الصحة. أنا قلت لك كنا الأولانيين على الكرة، كنا محضرين الماتش كما يلزم، معناتها نشوفوا بعد البونتو الاول هذيك هي ليكيب ناسيونال، معناها لو جروب الباهي. شوف كي مركز خيري حتى البناكه مشاو الكل يجريوا ويحملوا في بعضهم، هذيك هي راهو اللي تجيب الاتراح والقلب نظيف معناتها والكل يد واحده، هذيك هي اللي تجيب الاتراح. وحاجه اخرى ايه معناتها انا فرحان برشا لسيسامي، خاطر انا دربت عنده ونعرف شنو نقول سيسامي، وعندي صحابي معاهم باتصال ديما في ليكيب ناسيونال، راهو سيسامي ما يظلمش. جملة هذه جملة مهمة. خلينا نسكروا كل التأويلات وإلى قبل حتى ما نمشيو كوب دافريك، ملاعبي ما تهزش، ملاعبي من جهة، ملاعبي أنت تعتبر وأنت لعبت عند سامي طرابلسي مدرب ما يظلمش، مدرب كل واحد يعطيه حقه. كل واحد يعطيه حقه، وأنا نعطيك اكزومبل، بار اكزومبل أنا حاليا عند سامي فما جوار في بلاصتي يلعب معناتها في الشامبيونز ليغ في الأوروب، وأنا وقتها نلعب في تونس ولعبت. معناها وقت راني انا نستحق نلعب ولعبت عنده كوب دافريك. فهمت برشا جوارات معناتها. الحاجه اللي انا متاكد منها اللي هو سيسامي ما يظلمش، سيسامي عاش برشا بريسيون قبل، بعد ما نحبش نرجع له انا زاد الكوباراب ظروف وما نرجعوش ما نرجعوش نحكيو على الكاس العربي زايد، فهمت. اما انا في بلاصته وانا عاش برشا ضغط وبرشا ستريس، وانا قلت لك باتصال مع الجوارات ديما مخليهم لومبيونس باهيه في وسط المجموعه، وشفناها البارح معناتها سير تيران، شفنا الروح، شفنا الناس كل تحب بعضها. مهم جدا الكلام اللي قلته بليل. اليوم نحكيو على الروح، نحكيو على اللومبيونس، نحكيو على الاجواء الطيبه في المنتخب التونسي. باش نسالك سؤالي، انت لعبت في ليكيب ناسيونال، الجو كي يبدا ماهوش باهي يأثر برشا على المنتخب، يأثر على النتائج؟ بيان سور يأثر، بيان سور. مثلا واحد ما يلعبش يولي متغشش وقالب وجهه يتأثر بيان سور. اللي يلعب في بلاصته يقول لك اش بيه هذا يغزر هكا واش بيه ما يحبش الخير لاصحابه. معناتها الحقيقه انا ما صاروش كي لعبت في ليكيب ناسيونال، ما صارتش حاجات كيما هكا. اما
شويه مش برشا، فما شويه شويه احكي لي شويه كيفاش صار. شويه فما معناتها جوارات تحب تلعب، تحب عادي. انا مثلا انا نحكي على روحي كيما نلعبش عادي، نحب الخير لصاحبي، نحبه يربح. فما شكون كان معاك في المنتخب كي ما يهبطش يلعب يحب المنتخب يخسر؟ لا ما نقولش يحب المنتخب يخسر، يحب هو يكون في بلاصه صح. بيان سور هو يحب. فما انانيه اي فما انانيه شويه. اي جوار في العالم يحب يلعب، يحب يوري روحه، يحب. اما انا نحكي لك على روحي مثلا، حتى ما لعبتش في الكيب ناسيونال ونتمنى لاصحابي يربحوا. مثلا انا صارت لي في الكوب دي موند، انا نلعب الماتشات الكل من الكاس العرب للكاس افريقيا للتصفيات اللي في مشينا للجابون، بعد نلقى روحي في الشك ماشي الكوب دي موند ولا انا الوحيد وانا جزيري ظهر لي ما لعبت حتى دقيقه في الكاس العالم. وعادي معناه. ونتمنى لاصحابي باش يربحوا باش يلعبوا، وانا بالرغم من الداخل حاسس روحي اللي انا مظلوم. كنت نجم نلعب. وقتها مع شكون المدرب؟ مع السي جلال القادري. فهمت. تعتبر وقتها انت من العباد اللي ظلمت في الكاس. شوف واحد من التصفيات للكاس العرب للكاس افريقيا لعب الماتشات الكل، يجي في كاس العالم يلقى روحه ما يلعب حتى دقيقه. انا فما حاجه فهمت. واني قلت لك انا تمنيت نلعب كاس العالم مع اصحابي، وتمنيت نشارك وتمنيت نهبط، ما يلا غالب. اما تمنيت زاد الخير لاصحابي وكي ماركي ونفرح ونجري. اذا هو المطلوب بليل، حتى كان ما شافكش المدرب موجود مع ال11 باش تلعب المباراه، ولكن الروح الصافيه والقلب الصافي هو اللي يخلي المنتخب يكون حاضر ويكون ممتاز. خلينا قبل ما نرجعوا فيدي باش نكملوا نحكيوا مع بليل عيفه سيدي باش نعطيك الكلمه، ولكن نمشيو تو سويت للمغرب مع مراسلنا قيس بنينه. عسلامة قيس. مرحبا قيس، تسمع فيا؟ نسمع فيك. تسمع فيا؟ مانيش نسمع بالكدا في قيس بنينه. كان تشوفوا لي الصوت بتاع قيس. تسمع فيا؟ نسمع فيك قيس، تفضل. مرحبا قيس، نحويلك. مرحبا بالكيف الكل في البلاتو، الساده المشاهدين والمشاهدات. قيس كما قاعد تشوف انا موجود في ملعب مولاي الحسن، ملعب مزيان ياسر. كان احتضن بمباراه المنتخب الجزائري والمنتخب السوداني. كما تعرف الناس كله فات بانتصار المنتخب الجزائري 3-1 وثنائيه رياض محرز منهم. مباراة كانت ممتازة زاد مباراة المنتخب الجزائري، شفنا برشا جماهير. اكيد جدا. المباراة كانت الحقيقة هي كانت في متناول المنتخب الجزائري. نعرفوا الفارق الكبير في الامكانيات بين الزوج منتخبات. كيف الجماهير الجزائرية عملت الفارق بحضورها في مباراة اليوم، مع كمية النجوم الكبيرة الموجودة في المنتخب الجزائري. أكيد باش يكون فما فارق وانتصار بأقل مجهود. واضح. باهي نرجعوا نحكيو على مباراة تونس قيس، وانت حاضر في المغرب. الأجواء، أجواء الجماهير بعد الفرحة، فرحة الانتصار الأول 3-1 ضد المنتخب الأوغندي، مازال فما توافد الجماهير التونسية، فما الأجواء. ما نعرفش اعطيني غادي الأجواء كيفاش في المغرب؟ أكيد جدا. هي فما إحساس ما يتوصفش الحقيقة هنا في المغرب عند التوانسة الكل، صحفيين، جماهير الكل. بعد الانتصار البارح تحس الكل. انا كنت حكيت مع احد الجماهير قال لي هكا حكيت، قال لي حسيت بغمه نحات من سنه بعد الانتصار تاع البارح، خاصه بعد سنوات احنا نبعثوا ونبحثوا عن الانتصار في اولى مبارياتنا في كان راحه كبيره شفتها في عند اللاعبين الكل الحقيقه. بعد المباراه كلها فرحانه كلها شيخه، وتحس انه الضغط تنحى. تعرفوا اهميه المباراه الاولى في الكان. بلال حداث اكيد عاشها الحكايه هذيا، ويعرف الفرحه بعد اول انتصار في كومبيتيسيون كبيره كيما النكسه. واضح قيس. نحكيو على المنتخب التونسي، التحضيرات، ما نعرفش عندك اخبار توا كيف زاد. البارح حكينا على اصابه حازم المستوري، ولكن يقولوا اصابه على مستوى الراس، تعب شويه، ما حبش يجازف به المدرب وخير انه يدخل فراس شوات في بلاصته، ولكن الاصابه مش خطيره. قيس ما نعرفش الاخبار اللي عندك. اولا نقول انه حازم المستوري في اصابته البارح ما حبش يخرج، الحقيقه حب يواصل، لكن حب الجرين تاع حب يكمل المباراه. لكن طبيب المنتخب الدكتور سهيل الشرمي كان لاحظ الحكايه عند المستوري، وكان تحدث مع المدرب السيد سامي درابلسي، واختاروا انه يريحوا الملاعبي
حتى يكون جاهز للمباراه اللي جايه. اليوم كان عمل الفحوصات وكان كما شفتم معنا أعزائي المتابعين الإشادة الكبيرة بالملاعب المغربية وكيفاش قدرت تصمد في وجه الأمطار اللي تقريبا من بداية البطولة وهي تتهاطل أكثر من أسبوع الآن، وهي مازال الحمد لله خدامة، وتنشكر الله على هذه الأمطار الخير بعد سنوات من الجفاف. كما سمعتوا الإعلام التونسي منبهر بهذه الملاعب وتيقول علاش حنا ما عندناش بحال هذه الملاعب. كما ديما هما الاعلام التونسي تيقول لك حنا كنا سباقين وتيحاولوا يبينوا راسهم انهم كانوا احسن من المغرب، لكن الحمد لله المغرب كان تيخدم في صمت، ما فيهاش الهضره بزاف، وفضل الحمد لله المجهودات اللي قامت بها المملكه المغربيه والتطور اللي شهدته البنيه التحتيه الرياضيه، ولات الاشاده ماشي فقط من تونس بل العالم كامل. وكما شفتوا نصف النهائي ديال السعودية والإمارات اللي تقام في دوري في البطولة العربية كيفاش اضطرت الأمطار على الملعب وتوقفت المقابلة، وكذلك كذلك في الولايات المتحدة اللي هي دولة متقدمة. هذه الإشادة تزيدنا ما تزيدنا إلا فخر بالبلاد ديالنا، وتنتمنى إن شاء الله تطور من الأحسن للأحسن، ونتمنى المحافظة على هذه الجهيزات اللي توفرت في السنوات الأخيرة. وفي آخر الفيديو نتمنى من المتابعين لايك وكذلك الاشتراك باش تستمر القناة.